ازاي بفضل الله نجحت لاول مره في اختبار ايلتس بعد مذاكره لمده شهر واحد بس، وازاي انت وانتي بعد توفيق ربنا تعرفوا تعملوا كده برضه. يا هلا، انا سليم والنهارده يوم 22 ديسمبر، وقررت النهارده ان انا اخد خطوه مجنونه شويه، هي ان انا ادبس نفسي في حاجه انا عايز اعملها من بدري جدا، الا وهي امتحان ايلتس. فدلوقتي حالا انا لسه خارج من الناحيه دي او الشارع ده، وانا دلوقتي لسه خارج من هناك ولسه حاجز للامتحان على طول دلوقتي حالا، عشان حاجه مهمه جدا وعشان خطوه مهمه قوي بالنسبه لي وعايز اعملها بقالي فتره كبيره، ومن اول الشهر عمال بفكر اعملها ولا لا، اخد الامتحان امتى، طب انا جاهز، طب انا مش جاهز. فكان لازم ان انا ادبس نفسي واحجز وادفع علشان اذاكر كل يوم للامتحان، واقول لكم الفيديو ده كل حاجه ممكن تكون محتاجينها علشان تمتحنوا امتحان ايلتس. اختبار الايلتس الساعه دلوقتي 11 وثلث، جو ثلج، وان شاء الله ربنا يوفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه مخلص الاكزام، اي فيل اميزنج. خلصت السبيكينج ومش مهم اي حاجه، المهم ان انا الحمد لله خلصت. اي هوب ات جوز ويل. لسه عندي رايح اصلي دلوقتي الجمعه، وبعدين عندنا الساعه 12 ونص هروح تاني، وان شاء الله تجربه. المهم التجربه، مش مهم النتيجه يا ابني، المهم التجربه. هاي، جاهز للامتحان؟ بتقول لي ان هي جاهزه. بصوا انا لسه مخلص حالا، انا مش عارف النتيجه هتبقى ايه، بس اهم حاجه عندي دلوقتي ان انا حاولت، يعني شلت من على كتفي حمل ان انا اعمل حاجه ولا لا او اجربها او لا. فاهم حاجه ان انا حاولت، بس ان شاء الله النتيجه هتطلع من يوم ل5 ايام. انا نجحت في اختبار ايلتس. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه اهلا بيكم. لو انت اول مره موجود على الشانل هنا فانا عذرك انك ما تعرفش القناه. احنا بنعمل هنا تجارب مغامرات حول العالم، ودي سلسله ازاي اللي هنتكلم فيها على كل حاجه تخص السفر، تخص المنح، الاجراءات والشروط اللي انت ممكن تكون محتاجها من اول ما تطلع باسبور لحد ما تسافر بطرق مختلفه. مفيش اي حد فكر يسافر قبل كده عشان دراسه او عشان منحه او عشان شغل بره او ايا كان وما جاش قدامه خطوه ان هو ياخد اختبار ايلتس وحس ان هو مضطر ان هو يعمل كده وياخد الاختبار ده. فاشترك دلوقتي حالا على القناه عشان تشوف كل التجارب بتاعتنا الجايه وتستفاد من سلسله ازاي في كل اللي جاي. بسم الله. طب يلا بينا عشان نجهز بقى. اول حاجه، يعني ايه ايلتس؟ كلمه ايلتس معناها International English Language Testing System. ده اختبار معترف بيه في العالم كله عشان بيساعدك انك تقدر تشتغل او تدرس بيه، وبالاخص لما بيكون في دوله بره بلدك، ولو حاجه دوليه او جامعه دوليه او ايا كان. طب اول حاجه احنا بنستخدم ايلتس ده في ايه؟ اختبار ايلتس ده له استخدامات كتيره جدا، من اول انك ممكن تكون عشان تدرس بره بكالوريوس او ماستر او دكتوراه، او انك عاوز تشتغل في شركه دوليه، او حتى لو في بلدك في بعض الشركات بتكون دوليه. ده الهدف منه ان هو بيثبت ان اللغه بتاعتك واصله لمستوى معين، وهو ده اللي بيخليك تقدر انك تشتغل في الشركه دي او تاخد الوظيفه دي. وبالاخص مؤخرا في منح كتير جدا بقى بتطلب الايلتس ده علشان يثبت ان انت عندك قدره لغويه معينه وتقدر انك تدرس بيها. فهو خطوه لابد منها لو انت عاوز تاخد خطوه بالاخص بره البلد بتاعتك، وبالذات لو انت لغتك الام مش اللغه الانجليزيه. خلاص نتحمس دلوقتي زي بالظبط، وعايز تعرف بقى ازاي ممكن اخد ايلتس وايلتس ده بكام وكل ده. اول حاجه على حسب تجربتي ان ايلتس له انواع كتير جدا. في ايلتس بيكون اكاديميك وايلتس بيكون جنرال. اكاديميك ده اكتر لو انت بتقدم على ماستر او بتقدم على باتشلر او بتقدم على دكتوراه، والجنرال غالبا لو انت بتقدم على شغل او على حاجه هتستخدم فيها الايلتس باستخدام يومي. انا شخصيا عملت الاكاديميك والتكلفه بتاعته لحد الاسبوع اللي فات كانت 8600 جنيه، وبتدفعهم اونلاين او تدفعهم كاش بالطريقه اللي انت حابب تدفع بيها. بس في سؤال مهم قوي، انت اول ما بتاخد ايلتس ده الشهاده بتاعته دي بتكون صالحه لمده قد ايه عشان تقدر انك تستخدمها بعد كده براحتك؟ بتكون صالحه لمده 2 سنين، مجرد ان انت بتجيب السكور معين مطلوب، لان كل منحه او كل شركه او ايا كان الفرصه اللي انت بتقدم عليها بشهاده الايلتس بتكون ضاربه منك مينيمم سكور. وانس انك انت بتجيب المينيمم سكور ده او الحد الادنى للدرجات، انت بتقدر انت تستخدم شهاده الايلتس بتاعتك وتبقى صالحه لمده 2 سنين. لازم نشرب ميه بقى. اوكي يلا بقى اللي بعده.
طب دلوقتي بقى انت او انت اتاكدتوا ان انتوا محتاجين ايلتس، ايه بقى النكست ستيبس وهنعمل ايه علشان احنا اتحمسنا معاك دلوقتي؟ انت عرفت دلوقتي انك محتاج الايلتس لاي مكان الهدف، خلاص انت لازم تحط لنفسك تايم لاين وديد لاين. فانت محتاج انك انت تحط لنفسك تايم لاين عشان تبدا تذاكر فيه. يعني مثلا انت مطلوب منك اختبار الايلتس يكون موجود في اخر شهر فبراير وانت دلوقتي في اول شهر يناير، فالتايم لاين بتاعك هيكون من اول 5 يناير لحد مثلا 20 او 25 فبراير، والديد لاين بتاعك هو يوم 25 فبراير او يوم 30 فبراير. فانت كل ما تكون محدد في الاوقات بتاعتك ده هيشجعك جدا انك تقدر تذاكر، وانك كل يوم مش هتذاكر فيه تفكر نفسك ان انت عندك حاجه لازم تخلص في وقت معين. الخطوه اللي بعد كده بقى محتاج تشوف ايه الريسورسز اللي هتساعدك عشان تقدر انك انت تذاكر. الحقيقه ان انا اكتر حاجه ساعدتني جدا الشهر اللي فات هو يوتيوب شانل اسمها دليلك للايلتس، هحط لكم اللينك بتاعها موجود في الديسكربشن، تقدروا ان انتوا تشوفوها لان انا استفدت بيها جدا، ودي كانت رسمت لي الرود ماب بتاعتي من خلال الفيديوز. في خلال بقى رحله مذاكرتك قبل امتحان ايلتس في 3 خطوات مهمين جدا. اول خطوه هي انك تمارس، تاني خطوة هي انك تعرف تكنيكات حل اختبار ايلتس، تالت خطوة هي انك تبدأ تتدرب، وتالت خطوة هي اهم خطوة واصعب خطوة واكتر خطوة بتاخد منك وقت ومجهود وبرسيستنسي بشكل رهيب. ازاي همارس اللغة؟ يعني ايا كان مستواك في اللغة، سواء انت كنت دارس في مدارس اجنبي في ابتدائي واعدادي وثانوي او ما درستش خالص بالانجلش، لازم تمارس اللغة بتاعتك. اول حاجة تمارس كل مهارة من مهارات اللغة. مهارات اللغة هم 4: الليسننج والسبيكينج والرايتنج والريدنج. لو هنتكلم عن مهارة القراءة مثلا، فانت محتاج انك تقعد تقرا بشكل كبير جدا. ده كتاب باولو كويلو، تبدا ان انت تفتح كتب في مجالات مختلفة بعيدة عنك ما تعرفش عنها حاجة، وتبدا ان انت تقرا في المجالات دي، واي كلمة ممكن انت ما تعرفهاش ما تاخدش الموضوع ان انا بس عاوز افهم كل كلمة، على قد ما انا عاوز بس افهم المينينج او المعنى بشكل كامل. لو لقيت نصيحتي الشخصية، لو لقيت كلمات كتير قوي انت مش فاهمها ومش عارف تفهم المعنى، فهتترجم الكلمات اللي تساعدك بس ان انت تقدر تفهم المعنى، ومش هتترجم من انجلش لعربي. ده حاجة مهمة قوي. شوف المعنى بالانجلش، شوف الكلمة اللي انت مش عارفها، وشوف ايه الديسكريبشن بتاعها بالانجلش، فانت كده هتفهم الديسكريبشن وهتعرف توصفها وبنفسك انت، بما ان لغتك الام العربي، فهتقول ده الكلمة دي معناها كذا. طبق بقى نفس الموضوع ده على مهارة الليسننج، طبقه على مهارة السبيكينج، طبقه على الرايتنج وعلى كل حاجة. والليسننج كمان ممكن اسيب لكم ويب سايت هيبقى موجود فيه ازاي تقدر ان انت تسمع، وانا كنت بسمع بودكاست كتيرة، فده هيساعدك قوي انك تطور مهارة الاستماع عنك. ولازم، ودي حاجة انا ما عملتهاش بس حاجة مهمة قوي لو انت عندكم وقت وعندكم حد يساعدكم في ده، ان انت بعد ما تكتب يكون في حد بيصحح لك او حد بيسمعك عنده خبرة احسن منك شوية او اشطر في اللغة منك شوية، فيقول لك ايه الغلطات اللي عندك، ايه اللي تطوره، او انت ممكن تصحح لنفسك وتشوف ايه الجراماتيكال ميستيكس مثلا في الكتابة. ممكن مثلا تريكورد نفسك على الموبايل وتسجل، وبعدين تبدأ تشوف انا غلطت في كلمات ايه اللي انا قلته غلط، ايه السبيلنج غلط and whatsoever. المهم ان انت practice and practice and practice، و practice doesn't make perfect, practice makes improvement. ثاني ستيب بقى يا ابطال، وهي اللي احنا محتاجينها جدا، هي ان احنا نعرف التكنيكات. اختبار الايلتس ده مش زي الاختبار اللي احنا كنا بناخده في المدرسه او في الجامعه، ده حاجه مختلفه جدا، لان انت عندك تايم لاين لكل حاجه، ولكل سيكشن زي ريدنج مثلا عندك تايم لاين معين ليه لازم ان انت تخلصه في الوقت ده، ولو ما خلصتوش هتحس ان انت الوقت بيجري منك، وهتحس ان انت هتبانك وعايز تخلص بسرعه. عشان تعرف التكنيكات دي شوفوا قناه دليلك للايلتس، عشان تعرف التكنيكات دي اللي انا عرفتها كلها من قناه دليلك للايلتس، زي تكنيك حد مثلا للقراءه ودي فرقت معايا جدا، وزي مثلا بالنسبه للتحدث تكنيك الترون، الكتابه في قوالب معينه بتستخدمها. كل تكنيك من دول بيساعدك جدا ان انت تجيب سكور كويس، وحتى بيبقى عندك زي جايد لاين كده بيساعدك ان انت تحل فيه. ثالث خطوه بقى ان انت محتاج تتدرب، انت محتاج تحط كل اللي انت عرفته ده وبراكتس عشان تبدا ان انت تحط نفسك في الجو بتاع الامتحان وتعرف هتبقى عامل ازاي. ندخل على الويب سايت بتاع بريتش كونسل فور اكزامبل، وهنختار ايلتس ريدنج ممبر. ده بيفتح لك زي اختبارات لكل سيكشن من السيكشنز بتاعه الامتحان. يعني فور اكزامبل مثلا للرايتنج او الريدنج، شوف الوقت بتاع الامتحان هيكون عامل ازاي، وانت بقى محتاج انك تفتح الستوب واتش بتاعك وتحط مثلا 40 دقيقه تحط فيها الاكسرسايز ده، وده هيساعدك انك انت تتدرب بشكل كتير. اول اكسرسايز، تاني اكسرسايز، تالت اكسرسايز. بالنسبه لي الريدنج كان صعب جدا وكنت حاسس ان انا مش بعمل فيه كويس خالص، بس اكتر حاجه هتاخد منك وقت هي انك تصحح الغلط ده وتعرف ايه الاجابه الصح وتعرف انت جاوبت غلط ليه. على قد ما انت هتصبر على نفسك وعلى قد ما انت هتحس كده اللي هو انا بتعلم ببطء
ومانيش نفسي اذاكر ومش عايز اعرف الغلط وموضوع ممل، على قد ما انت هتتخطى المرحله دي وهتدوس اكتر على نفسك علشان تعرف الصح بتاع كل الاجابات الغلط اللي انت عملتها، على قد ما انت في كل اكسرسايز عن التاني هتحس ان الدرجه بتاعتك بتتغير شويه وانك بتعمل احسن في كل درجه عن التانيه. الموضوع مش سهل لكل الناس ومش كل الناس عندها الصبر وطولة البال دي. انا شخصيا اول اسبوع كان الموضوع بالنسبه لي صعب جدا، ووقفت تاني اسبوع. بعدين لما عملت حاجه هقولها لكم في اخر فيديو هي اللي ساعدتني جدا ان انا اتشجع قوي علشان اقدر امتحن الحمد لله علشان اقدر اجيب السكور اللي انا كنت محتاجه. حسيت ان انا الوقت بيجري ومبقاش عندي وقت اضيعه، وما بقاش عندي رفاهيه ان انا اضيع وقت واقول انا ماليش نفسي اذاكر. حاسس ان انا بتكلم بسرعه قوي، يعني اهدى شويه اهدى شويه. هقول لكم بقى دلوقتي ايه اكتر حاجه ساعدتني ان انا اتشجع جدا وان انا ما بقاش عندي رفاهيه ان انا اضيع وقت او ان انا اقول في يوم انا ماليش نفسي اذاكر او ايا كان. طيب بسم الله، انا دلوقتي هعمل خطوه انا عايز اعملها من بدري بس متردد. فقررت بقى ان انا اعمل ايه، ان انا اورط نفسي، ان انا ادبس نفسي واحجز ميعاد للحاجه دي ومش هاجلها بعدها، لان انا عاوز اعملها من اول ديسمبر. ليه بقى؟ لانها حاجه مهمه وحاجه انا هدفع لها. فطالما انا عمال بدفع لها، طالما انا عمال باجلها، فطبيعي ان هي كده مش هتتم. فلازم ان انا احط وقت للحاجه دي، وكان لازم ان انا اورط نفسي. فانا جاي النهارده اخد الخطوه دي. النهارده تقريبا يوم 22 ديسمبر، وان شاء الله نتيجه الحاجه دي هتبقى تقريبا في يناير. فان شاء الله نتيجتها هتكون كويسه ويكون نتيجه التوريط دي نتيجه مفيده بالنسبه لي، فان شاء الله خير. ولقيت نفسي ان انا دفعت مبلغ كبير نوعا ما بالنسبه لي، فحسيت انه لا انا لازم اذاكر عشان حرام ان انا الفلوس دي بفضل الله ربنا رزقني فيها وتعبت فيها، فما ينفعش ان انا احطها في حاجه وما اتعبش وما بذلش مجهود. قلت لنفسي كده انه حتى لو ما جبتش الجريد اللي انا عاوزها بس انا على الاقل حاولت، بذلت مجهود، عملت حاجه ومشيت في الطريق. مش مهم قوي النتيجه هتبقى ايه، بس مهم ان انت تكون مشيت بس للطريق ده وعملت اللي عليك وذاكرت في التايم لاين اللي انت حطيته لنفسك. وموضوع انك تورط نفسك وتدفع ده بالذات لو دي فلوسك مش فلوس اهلك، فالموضوع هيفرق معاكم جدا وهتحسوا ان انتم متشجعين وتعملوا احسن ما عندكم. وما شاء الله هتتفاجئوا من عدد الساعات اللي انتوا هتحطوه ومن الكونسيستنسي ان انتوا تحطوها في المذاكره. ولو ما نجحتوش في الامتحان فما تقولوش ان انا السبب، يعني دي تجربتي الشخصيه وده في الاخر نصيبك هتنجح او لا، بس انت بتحاول تحفز نفسك وتعمل اللي عليك. طب خليني بقى اقول لكم الزتونه اهم الحاجات اللي انا اتعلمتها في اخر اسبوع قبل الامتحان، ودي من تجربتي الشخصيه. الاسبوع اللي قبل الامتحان اعتبر ان انت فضي كل حاجه ممكن تكون بتعملها، بين قوسين لو تقدر تعمل ده، بس في حالتي انا قدرت اعمل ده. فضي كل حاجه عندك واعتبر ان المذاكره دي هي الحاجه الفول تايم اللي انا هركز عليها بس الفتره دي، ومش هعمل اي حاجه تانية غيرها. وكل يوم حاول انك تذاكر من 8 ل 10 ساعات بالتزام وبرجوله. انا لازم اعمل الحاجه دي وانا ما عنديش اوبشن تاني ان انا ما اعملهاش. خلي ده هو المين فوكس بتاعك، ان انا مش هفوكس على اي حاجه تانية، واي حاجه تانية بتشتتني احطها كده على جنب. التيب التانية دي ممكن تكون مشتركه ما بيننا كلنا، اغلبنا في بيوتنا لو عندنا اطفال اخوات صغيرين او ايا كان او زحمه في البيت او دوشه، فمش بنعرف ان احنا نذاكر ديورنج اليوم، وده حاجه بيكون بالنسبه لنا معرقله شويه ان احنا نعرف نذاكر وننجز. فما فيش حد فينا البيت عنده ما بيبقاش هادي من الفجر لحد الساعه 12 تقريبا، ان كيس لو انتوا عندكم حاجه خاصه في الوقت ده، بس اغلبنا البيت بتبقى هاديه وساكته تماما. وده بفضل الله وقت بيبقى فيه بركه كبيره جدا 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 بعد ما تصلي الفجر، او اول ما تصلي الفجر او تصحى الساعه 5 لحد الساعه 12. ممكن تبدا تحس الساعه 10 او 11 انك تعبت شويه، ممكن تنام ساعه وتصحى 12 او 1، وانا كنت بعمل كده وكان الموضوع حلو قوي. تاخد ناب سريعه نص ساعه او ساعه، او ان انت يبقى عندك اوبشن انك تختار مكان. المهم ان ده مكان انا بروح اقعد فيه انت عارف ان انت بتعرف تنجز فيه وتذاكر وتطلع فيه بمجهود كويس ونتيجه كويسه، فروح اعمل كده لو تقدر تعمل ده، او في البيت على حسب ظروفك. المهم ان انت تاكيوميليت الظروف بتاعتك وتشوف ايه احسن وقت تقدر ان انت تاخد فيه احسن تركيز ممكن. اتحمست قوي في النقطه دي بالذات. تالت تيب بقى، ودي حاجه شخصيه انا كنت بعملها جدا. التليفون ده مع انه حاجه مفيده جدا جدا في حياتنا، بس هو it's your worst enemy، وهو عدوك في فتره كبيره من حياتك او في اوقات ما انت بتشتغل هو بيكون عدو فعلا ليك. فانت محتاج انك تتخلص من عدوك ده او من اي حاجه تانية ممكن تكون بتشتتك، دوشه او موضوع مضايقك او ايا كان. وبالنسبه لي في حالتي انا كنت بعمل ان انا
كل ساعه تظبط الالارم بتاع موبايلك او الستوب ووتش ان انت بتقعد ساعه، وبعد كل ساعه هو بيرن انت بتخرج تاخد 10 دقائق تعمل فيهم اي حاجه، تتحرك، تاكل حاجه، تشرب حاجه سريعه بس 10 دقائق وهترجع، باستثناء طبعا الفطار والغداء مثلا، فهتاخد 30 دقيقه ماكسيمم لكل وجبه فيهم. واوقات الصلاه ايا كانت اوقات الصلاه، في وقت المذاكره او في البريك هتصلي على طول ربع ساعه ماكسيمم مش اكتر من كده، وما تاخدش الصلاه ان هي حجه فتاخد ربع ساعه دي تبقى نص ساعه. تمام؟ عشان انا واخد بالي. لو انت لسه موجود لحد هنا ومصحصح معايا ولسه ما اشتركتش في القناه وما عملتش لايك على الفيديو دي عشان يظهر لعدد اكبر من الناس وعشان نفيد باذن الله عدد اكبر، فاشترك دلوقتي في القناه واعمل لايك، وقول لي برده في الكومنتس هل انت خدت اختبار ايلتس ولا لا، او بتجهزوا له عشان ايه، او حابين تاخدوه لايه ان شاء الله. التip الرابعه بقى، ودي اللي اغلبنا بيقع فيها بصراحه من تجربتي الشخصيه بين قوسين، مشروع انك تقول انا لو انت كشاب انا هذاكر مع زميلتي او انت هتذاكري مع زميلك، ده مشروع فاشل تماما، والموضوع بينتهي ان انتوا مش بتذاكروا والوقت بيضيع. او حتى لو انت قلت هتذاكر مع صاحبك او مع زميلك وانت قلت هتذاكري مع صاحبتك، برضو الموضوع بينتهي ان هي بتبقى خروجه، هو الموضوع مش بيبقى ان احنا بنذاكر. ايا كان انتوا حالتكم ايه، لو حالتكم مختلفه اتس اوكي، اتس اب تو يو. في حاجه اسمها احنا خارجين، في حاجه اسمها انا رايح اذاكر. الاحسن انك تذاكر لوحدك عشان ده محاوله منك ومنك انك بتقلل كل المشتتات اللي حواليك او اللي حواليكي. بعض من التيبس دي اي جوت انسبايرد منه من الشانل اسمها الخلاصه، فهسيب لكم برضو الديسكربشن بتاعها، هسيب لكم برضو اللينك بتاعها في الديسكربشن، هسيب لكم ديسكريبشن في اللينك، ادخلوا بصوا عليها، الشانل لذيذه جدا. ندخل بقى على المرحله اللي جايه دلوقتي. خلاص احنا عدى 7 ايام او 6 ايام من الاسبوع اللي قبل الامتحان، واحنا دلوقتي في اخر يوم قبل الامتحان وبنجهز عشان ان شاء الله احنا بكره الصبح عندنا امتحان. اول حاجه مفيش ضغط خالص، شيل من على كتفك كده، من على كتفك اي ضغط تفكير كتير. فكروا نفسكم ان نتيجتكم مكتوبه لكم وربنا سبحانه وتعالى رايدها ليكم من قبل اصلا انت وانتي ما تفكروا ان انتوا هتاخدوا التست ده بس بتسعى وبتاخد بالاسباب. حط في قلبك كده ان انا ان شاء الله يا رب انا هبقى راضي بايا كانت النتيجه وهتعلم منها حاجه جديده تفيدني في اللي جاي. تاني حاجه بقى هي النوم. انت وانتي محتاجين ان انتوا تناموا اليوم اللي قبل الامتحان 8 ساعات. لو انتوا مش بتناموا كويس في العادي في اليوم ده محتاجين نركز بقى على ان احنا ننام كويس. بين قوسين انا شخصيا ما عملتش كده عشان انا اليوم ده كنت عايز انام بس نمت 6 ساعات او 5 ساعات ونص بس. ما تعملوش كده، لو تعرفوا تناموا 8 ساعات خدوا راحتكم في النوم كويس جدا اليوم ده. تالت حاجه بقى لازم تصحى بدري اليوم بتاع الامتحان ايا كان ميعاد امتحانك امتى. انا في تجربتي الامتحان بتاعي كان 11 وثلث، انا صحيت تقريبا الساعه 8 ونص او 9 الا ربع. محتاج تصحى قبل امتحانك ب3 ساعات، وقت كافي عشان تفطر فيه، علشان تصلي، عشان ريفريش كده وتاخد شاور وتبقى في حاله كويسه ان شاء الله. وده اللي المفروض انك تعمله كل يوم، يعني محتاجين نستحمى يا جماعه. رابع حاجه وناس كتيره منكم هتتخض منها او هتضحك عليها، لازم قبل ما تنزلوا من البيت تدخلوا الحمام، واول ما تروحوا علشان الامتحان محتاجين ان انتوا برضو تدخلوا الحمام. وفي البريك اللي ما بين السبيكينج وما بين الريدنج والليسننج والرايتنج ادخلوا برضو الحمام حتى لو مش عاوزين، باب الاحتياط عشان الامور كلها تبقى تمام. طبعا بتسال ليه بقى انا بقول كده، هقول لك. في الامتحان الاطول اللي هو الرايتنج والليسننج هما بيسمحوا لك انك تدخل الامتحان، بس ركز كله محسوب من وقتك. انت مش هتدخل الامتحان وهيعملوا لك ستوب وبعدين لما تدخل الامتحان هريزيوم تاني، لا ده كله من وقتك. وانت طبعا بتبقى في عرض دقيقه، ما تضيعش وقتك في انك تدخل الحمام كتير ولا تشرب ميه كتير اثناء الامتحان. وبيسمحوا لك انك تدخل معاك ازازه ميه، ده انا شفته، بس طبعا تكون مقفوله وكل الكلام ده. بس انا تجنبت ده خالص، ما اخدتش معايا ميه وما شربتش كتير عشان تستغل الوقت كله في الامتحان. التيب الخامسه، انا في تجربتي البريك اللي كان ما بين سبيكينج والتست الثاني او الجزء الثاني من الامتحان كان اولموست تقريبا ساعه. لو انت الوقت ده في وقت صلاه فاتت او ما صليتهاش او ايا كان، فدي حاجه المفروض تعملها مش عشان الامتحان، المفروض تعملها عشان دي صلاه. فصلي وادعي في الوقت ده ان ربنا ييسر لك، وادعي بكل حاجه انت عاوزها. وده مش هتعمله عشان الامتحان بس، ده المفروض ان انت تعمله، بس استغل الوقت ده في اكتر حاجه ممكن تشحنك روحانيا الا وهي انك تصلي. تip مهمه جدا ممكن تكون للبعض غريبه ولكن it works جدا لو عايز تعملها براحتك او براحتك. لما تدخل الحمام او افتح الكاميرا بتاعت موبايلك، هتبص في المرايه او هتبص في الكاميرا بتاعت موبايلك وهتقول لنفسك كلام يشجعك، كلام يحفزك على التجربه اللي انت داخل علشان تعملها وتشجع نفسك عليه. لو حد شايفك وانت بتتكلم مش مشكله،
يعني مش مهم الناس تضحك او لا، او تقول في سرك، ايا كان المهم، وتشجع نفسك على الحاجه دي علشان دي نفسيا هتفرق معاك، ايا كان انت مقتنع بحاجه زي كده ولا لا. بس اعمل كده، خليك نفسيا جاهزين شويه، وسكتوا جواكم كده اي صوت توتر، اي صوت قلق، خوف او تشاؤم، لا تفائلوا بالخير تجدوه. وحاجه مهمه كمان، لو لقيت حد نيجاتيف حواليك قاعد متوتر ايا كان، لو سمحت تتكلمش معاه عشان ممكن يقلك نفس الطاقه دي. خليك في حالك احسن، حافظ على طاقتك واشحن نفسك كده نفسيا عشان ان شاء الله تبقى جاهز باذن الله. يلا بينا، خلاص احنا دخلنا وداخلين الروم دلوقتي بتاعه الامتحان. في المكان اللي انت هتمتحن فيه في لوكرز كده صغيره، هيقول لك حط كل حاجه معاك، الشنط بتاعتكم، الموبايل، اي حاجه انتوا لابسينها، اي اكسسوارز لابسينها هتحطوها، ممكن لو كاب، ايا كانت الحاجات دي كلها. فده مهم جدا، وما تتخضش وما تستغربش. نصيحه، ما تحاوليش تغشوا باي طريقه، عشان لو تفشتوا انتوا بتغشوا هتتمنعوا ان انتوا تاخدوا الامتحان لمده فتره كبيره. اعتقد ان انا فاكر ان هي 4 سنين او حاجه. هيحذروكوا، هيسمعوكوا بعض التحذيرات قبل الامتحان. على ايه؟ اسقط بشرف، انجح بشرف، اعمل اللي عليك وخلاص. ما تدخلش نفسك في مشكله ملهاش لازمه. على الاقل لو ما نجحتش في اول مره ممكن تاخد الامتحان بعد كده وتذاكر اكتر شويه بعد 2 ولا 3 شهور. فكر بعقل قبل ما تعملوا حاجه ملهاش لازمه. ما تستغربوش من الناس هناك. انا اول ما دخلت في حد قال لي تعالى اتفضل، الباسبور بتاعك. دخلني روم كده، قال لي اتفضل اقعد. هما اول ما دخلت كنت مخضوض شويه من الاسلوب بتاعهم، بس عرفت بعدين انه ده طبيعي، دي بروسيس هما بيعملوها كل يوم وعندهم وقت معين يعملوا كل حاجه. فاول ما دخلت رحت قعدت على كرسي، قال لي اعمل كده وبعدين اعمل كده، وبعدين يقعدني كده وكان بيصورني، لدرجه ان انا كنت عايز اضحك على الموقف نفسه، فهو بيقول لي ما تضحكش. يعني انا ببتسم وانا بتصور، فقال لي ما تضحكش، فانا ما قدرتش امسك نفسي. نوعا ما ممكن يبان له ستريكت شويه في الاول، فيعني خليكوا لزاز معاهم، هو ده شغلهم، هو موضوع مش شخصي خالص. حاجه بقى مهمه جدا محدش قالها لي وانا اتعلمتها من تجربتي، لما تدخلوا اختبار السبيكينج اول ما هتدخلوا هتلاقوا الاكزامينر بيسالوكم، وبعدين بيقول لك ليك وقت معين من دقيقه لدقيقتين مثلا تتكلم عن موضوع معين. لو لقيتوهم قطعوكم، وده حصل معايا، فمعناه ان هو خد كفايته من اللي انت قلته ومش عاوزك تحشي كتير، فخلاص ما تاخدش الموضوع شخصي، خد الموضوع ببساطه عادي. بيرسونال تيب بجد دي من تجربتي، كل ما انت بتبان طبيعي وناتشرال وفي نفس الوقت بتتكلم، خد الكونفرزيشن بتاعت سبيكينج ان هي كانت بتتكلم مع حد عادي. وده بقى من تاثير الحاجه الاولانيه اللي قلنا عليها وهي الممارسه. بالتالي لما تروح تتكلم مع حد عشان التست هتحس ان الموضوع عادي، وتحس ان انت مش مستصعب الموضوع. ركز و you're gonna do your best ان شاء الله. I trust you all. I trust you. اخر تب النهارده في الفيديو المختلف ده من تجربتي الشخصيه، عاوزين تعملوها جو اهيد، مش عاوزين براحتكم. انا اخدت الاختبار بتاعي يوم الجمعه، واخترت اليوم ده علشان انا كنت عايز اعمله في اخر يوم من ديسمبر، وهو من حظي الحلو انه جه يوم الجمعه. وكنت مستغرب شويه انه في يوم الجمعه تست عادي. ده احسن يوم في الاسبوع بالنسبه لي، واحسن مره عملت فيها امتحان او اختبار، لانه يوم الجمعه يوم مبارك جدا. لانك لما قبل ما تنزل، لما تكون مصلي الفجر او الصبح او ايا كان والضحى، وبعدين تصلي مثلا الجمعه، لو انت الوقت بتاعك نفس وقت الامتحان بتاعي، لو انت شخص يعني روحانيا كويس، فهتحس ان الموضوع ان هو ربنا هيبارك في الامتحان، وتحس الموضوع ان هو تجربه حلوه، وتحس ان انت نفسيا مرتاح. طيب الحمد لله، انا خلاص الفيديو ده اول فيديو من سلسله ازاي، واول فيديو برضو في السنه الجديده. فان شاء الله فيديو السنه الجديده تكون مليانه مغامره، لوكال اكسبيرينسز، تجارب محليه، تيبس اند تريكس، حاجات من تجاربي الشخصيه، وحاجات ليها علاقه بالسفر، بالمنح، بالجوازات، بالفيز. وفي الكومنتس ايه الحاجات اللي حابين نتكلم عنها الفتره الجايه في سلسله ازاي، وايه الحاجات اللي عايزين تعرفوها، الفيز اللي عايزين تعرفوها، المنح اللي عايزينها ان شاء الله نتكلم عنها، وباذن الله نبدا فيها على طول. ونكون كانت تجربه ممتعه ومشاهده ممتعه. لو دي اول مره ليكم فاشتركوا عشان تشوفوا كل الحاجات الجايه باذن الله. ما تنسوش ان احنا في العادي كل حد 3 وخميس ان شاء الله، خميس الساعه 6. اشوفكم الفيديو الجاي. انا سليم، تابعوني على كل السوشيال ميديا، سليم مسافر بالعربي. سلمكم الله.